انا وجهة نظري طالما انت نازل بتلعب فريق متكتل، بتلعب 4-4-2. ليه بتلعب 4-4-2؟ اولا انت بتعمل ستريتش للملعب، بتفتح الملعب، فبتخلي المنافس بتاعك يفتح الملعب معاك. في نفس الوقت بتقدر تخلق مساحات، عندك اتنين قدام، لو واحد نزل استلم في نص الملعب عندك التاني متواجد، يبقى انت ما بتفقدش لعيب قدام، ما بتفقدش لعيب في التلت الهجومي بتاعك. عندك وينجات بتطلع، عندك باكات بتطلع، عندك خط نص واقف. انت هنا خط نص اذا كان 6 او 8، لو عايز توقف واحد 6 اللي هو ديانج، 8 بيطلع، بيبقوا 4 ورا او 4 قدام. زائد كمان ريبيرو بيعمل حاجه حلوه قوي واحنا هنشوفها في الفيديو اللي انا هتكلم عنه دلوقتي. حاجه اسمها، وانا اتكلمت عنها كتير، حاجه اسمها الانفيرتد فول باك. يعني ايه انفيرتد فول باك؟ يعني الفول باك واحد من الاثنين اللي هم الظاهرين بيبداوا يخشوا في نص الملعب، فده بيدي زياده عدديه. شفنا مثلا كوكا بيعمل الحركه دي. كوكا مثلا هتلاقيه ناحيه الشمال بيجي يقف هنا، بيبدا هنا الدفاع بيبدا يفرش ورا، تبدا انت يبقى عندك زياده عدديه قدام. ده نظريا ممتاز، ده نظريا انا شايفه ممتاز جدا، ولكن عمليا على ارض الملعب ما اتعملش. فهنيجي نشوف